3 2 1. عارف يا أميجو إيه هي قمة العجز؟ تخيل كده إنك حارس مرمى أسطوري، بوفون زمانك يعني، وجات عليك كرة واحدة سهلة وفي المتناول، ولسه بترفع إيدك عشان تمسكها. فجأة ومن غير مقدمات الكرة دي اتفرتكت في الجو وبقت 10 كور، وكل كرة رايحة في زاوية مختلفة، وكل واحدة فيهم لو دخلت فيك هتنهي الماتش. هتعمل إيه؟ هتمسك مين ولا مين؟ طبعا هتتشل حركتك وهتتسمر في مكانك وانت شايف الشبكة بتتهز من كل ناحية. ده بالظبط يا بطل الكابوس اللي عاشته أنظمة الدفاع الجوي اللي ما يتسموش وهي بتبص في الرادار على الصاروخ اللي ظهر لهم فجأة وكان جاي من ناحية إيران. احنا النهاردة مش قدام صاروخ عادي من بتاع يا صابت يا خابت، احنا قدام البعبع الجديد اللي إيران رمت بيه بياضها في المنطقة، وهي الصواريخ الانشطارية. الصاروخ اللي بيخلف وهو طاير وبيحول أحلام السيطرة الجوية لتشويش ورادارات مهنجة. النهارده يا اميجو هنفك شفرة الصاروخ اللي خلى العالم كله يهرش في دماغه ويقول هو احنا هنصد ايه ولا ايه. بس ده هيحصل بعد ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل خير اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. عشان تفهم يا أميجو إيه موضوع الصاروخ ده، فاللعبة دي قديمة وأزلية، ولازم نرجع بآلة الزمن لستينيات القرن اللي فات، وقت ما كان العالم مقسوم نصين ما بين أمريكا وما بين الاتحاد السوفيتي، والاتنين بيلعبوا ريست بالصواريخ النووية وكل واحد فيهم صباعه على الزرار. العالم وقتها كان حرفيا قاعد على قمة بركان، والكل مرعوب إن صاروخ واحد يطير يخلص الحكاية، فبدأوا يخترعوا أنظمة دفاع جوي جبارة وظيفتها تصطاد الصاروخ وهو في الجو قبل ما يلمس الأرض. وفعلا يا أميجو قدروا يعملوا كده. عشان كده بقى العلماء والمهندسين بتوع السلاح قعدوا مع بعض وقالوا بقول لكم إيه، إحنا لو بعتنا صاروخ واحد الرادار هيصطاده وهو بيشرب القهوة. طب ما تيجي نغلبهم، ما تيجوا بدل ما نبعت صاروخ براس واحدة نبعت صاروخ عبارة عن أتوبيس شايل جواه شلة رؤوس متفجرة. وفعلا سنة 1970 أمريكا فاجأت الكوكب وضربت أول صاروخ شغال بتقنية الميرف، والكلمة دي اختصار لجملة رؤوس متعددة الاستهداف، يعني صاروخ واحد بيطير وفي نص الطريق بيفتح قلبه ويرمي مطر من الرؤوس المتفجرة، كل واحد فيهم رايح يدمر مدينة غير التانية في نفس الثانية. الفكرة الصراحة كانت صايعة جدا، إنك تقدر تغرق دفاعات العدو بآلاف الأهداف الوهمية والحقيقية لدرجة إن السيستم بتاعهم يهنج ويعمل ايرور وما يعرفش يصد إيه ولا إيه. والنهاردة يا أميجو التقنية اللي كانت سرية جدا بين القوى العظمى بقت هي بطل الرواية اللي شاغلة بال العالم كله في حرب إيران وإسرائيل. سامعك دلوقتي يا أميجو وأنت بتقول أيوة، برضو إيه هو الصاروخ الانشطاري ده؟ وإيه الفرق بينه وبين أي صاروخ تاني؟ عشان كده عاوزك تركز في التفاصيل اللي هقولها لك دي دلوقتي لأن فيها الخلاصة. الصاروخ ده في بدايته بيبان غلبان جدا، بيطلع من المنصة كأنه صاروخ واحد عادي وبيرسم مساره في السماء بكل أدب، وبيفضل طالع لحد ما يوصل لأقصى ارتفاع ليه، يعني حرفيا بيسيب الأرض ويطلع فوق الغلاف الجوي في منطقة ما فيهاش هواء. وهنا بقى يا أميجو بتبدأ الحفلة. الجزء اللي فوق في الصاروخ ده العلماء بيسموه ذا باص أو الأتوبيس، وده مش مجرد اسم دلع، لأنه فعلا أتوبيس شايل ركاب مرعبين. أول ما يوصل لنقطة معينة الأتوبيس ده بيبدأ يفتح أبوابه ويرمي الرؤوس الحربية اللي جواه واحد ورا التاني. بس خلي بالك الرؤوس دي مش بتقع وقعة حرة كده وخلاص، لا، كل راس فيهم عبارة عن صاروخ صغير ذكي مستقل بنفسه، ليه محرك بيوجهه وليه خريطة وهدف مرسوم له بالملي. يعني صاروخ واحد طالع من إيران ممكن وهو في الجو يتفرع ويضرب 10 أهداف في مدن مختلفة وبأوقات مختلفة كمان. واللي بيجنن أنظمة الدفاع أكتر إن الصاروخ ده وهو بيرمي الرؤوس الحقيقية ما بيرميهاش لوحدها، ده بيرمي معاها بالونات حرارية وقطع معدنية هدفها تزاول الرادار وتشتته، والبالونات دي عبارة عن أهداف في شنك مخادعة، أول ما بتطلع بتتنفخ وبتاخد نفس شكل وحجم الراس الحقيقي وبتطلع حرارة زيه بالظبط. فالرادار بدل ما يشوف هدف واحد بيشوف قدامه سرب من الأهداف المتشابهة، وما بيبقاش عارف فين الصاروخ الحقيقي اللي شايل المتفجرات وفين البالونة اللي مليانة هواء. والنتيجة إن صواريخ الدفاع الجوي الغالية تروح تضرب البالونات اللعبة وتسيب الرؤوس الحقيقية تعدي وتوصل لأهدافها. يعني صياعة عسكرية ما بعدها صياعة.
وهنا بقى يا أميجو بنخبط في الحيطة، لأن المشكلة الحقيقية مش بس في قوة التدمير، المشكلة في اللي بنسميه الفشل الدفاعي. يعني مثلا عندك أنظمة زي القبة الحديدية، وده النظام اللي ما يتسموش بيعتبروه الحارس الأسطوري بتاعهم، وهو عبارة عن بطاريات صواريخ وظيفتها تصطاد أي صاروخ في الجو قبل ما يلمس الأرض. القبة دي مهما كانت عبقرية هي في الآخر زي كاشير في سوبر ماركت زحمة جدا، طول ما الزباين داخلين واحد واحد الدنيا تمام، لكن لو دخل عليه 50 واحد في ثانية واحدة وكلهم عايزين يحاسبوا حالا، السيستم بيعمل ايرور ويهنج. انت بالصاروخ الانشطاري ده بتجبر القبة الحديدية انها تفتح مخازنها وتخلص كل صواريخها الاعتراضية الغالية، واللي الصاروخ الواحد فيها بيتكلف ملايين الدولارات في ثواني معدودة عشان تصطاد البالونات الفيشنك والزحمة اللي في السماء، وتلاقي نفسها في الآخر ما عندهاش صواريخ تصد بيها بقى الصواريخ الحقيقية. ده غير بقى إن الرؤوس دي وهي نازلة من السماء ما بتكونش نازلة كده تتمشى، دي بتكون نازلة بسرعة فرط صوتية، يعني أضعاف سرعة الصاروخ بمراحل، فبيكون الوقت المتاح للرادار عشان يلقط ويحلل ويدي أمر بالضرب صفر تقريبا. احنا هنا بنتكلم عن سباق مع الزمن الغلطة فيه مش بجول، الغلطة فيه بمدن كاملة بتتحط تحت رحمة صاروخ قدر يضحك على أنظمة الدفاعات. عشان كده إيران النهاردة بتقول إن صواريخها الجديدة وصلت لمرحلة من الذكاء والسرعة إنها بتعمل إغراق دفاعي كامل، يعني من الآخر بتخلي الرادارات تشوف خيال وتضرب في الهواء، في الوقت اللي الرؤوس الحقيقية نازلة زي المطر فوق أهدافها. والغلطة هنا مش بجون، الغلطة هنا بمدن كاملة زي ما قلنا. طيب يا أميجو، هل الصاروخ الانشطاري ده ملوش كبير وحد يقدر يوقفه عند حده يعني؟ لا طبعا. وبص يا أميجو، العلم ما بيوقفش، وزي ما في عقل جبار بيفكر ازاي يضرب ويدمر، في عقل تاني أنصح منه بيفكر ازاي يصد ويحمي. العالم دلوقتي وعلى رأسهم إسرائيل وأمريكا بدأوا يهربوا من فكرة الصاروخ اللي بيصد صاروخ. ليه؟ لأنها بقت لعبة خسرانة، مكلفة جدا وبطيئة مقارنة بسرعة التطور اللي بنشوفه، وبدأوا فعلا يتجهوا لسلاح كان من كام سنة مجرد خيال علمي بنشوفه في الأفلام، واللي هو سلاح الليزر الموجه. اللي ما يتسموش حاليا بيراهنوا بكل طاقتهم على حاجة اسمها الشعاع الحديدي، وده يا سيدي مش صاروخ بيطير، ده شعاع ليزر طاقته مركزة جدا، وسرعته هي سرعة الضوء. يعني يا بطل مفيش مجال للهروب، بمجرد ما الرادار يلقط الهدف الشعاع بيوصل له في فيمتو ثانية. واجمل ما في الليزر بقى انه ما بيتزاولش، لا بيفهم يعني ايه بالونات حرارية ولا بيشغله زحمة الاهداف الوهمية، هو بيشاور على الجسم المعدني وبيسخنه لدرجات حرارة خرافية في ثانية واحدة، وطبعا بيفجره في مكانه وهو لسه في الجو. والأهم من ده كله بقى هو الماني. طلقة الليزر دي بتكلفهم ملاليم، شوية كهرباء، مقارنة بصاروخ الدفاع الجوي اللي بيتكلف ملايين الدولارات في الخبطة الواحدة. والحل التاني بقى، وده الحل اللي بنسميه الدفاع الاستباقي، يعني بدل ما اقعد احط ايدي على خدي واستنى الصاروخ يخلف في الجو ويوجع دماغي ب10 رؤوس، انا اروح اضربه وهو لسه جنين على المنصة بتاعته قبل ما يشم الهواء اصلا. ضربة سريعة للمخازن، لمنصات الاطلاق، او حتى لمراكز القيادة، تخلص الحكاية من بابها قبل ما تبدأ. لكن خلينا صراحة يا أميجو، الحقيقة المرة اللي بيعترف بها الخبراء العسكريين إن طول ما تقنية الميرف أو الرؤوس الانشطارية دي موجودة، هيفضل الهجوم دايما سابق الدفاع بخطوة. عارف ليه؟ لأن عشان تصد 100% من هجوم انشطاري محتاج تكنولوجيا معقدة جدا وتكلفة اقتصادية ممكن توقع دول، بينما اللي بيضرب هو محتاج بس ثغرة واحدة، صاروخ واحد بس يفلت من الغربال ده كله عشان يحقق هدفه ويهز أمن دولة كاملة. وهي دي بالظبط اللعبة اللي إيران بتلعبها النهاردة بالملي، اللعبة اللي بيسموها السياسيين سياسة حافة الهاوية. وعشان أبسطها لك، فدي عاملة زي اتنين سواقين ماشيين بأقصى سرعة في وش بعض، والاتنين مستنيين مين اللي هيحدف الأول ويخاف من التصادم. إيران هنا بتشد الحبل لآخر ليفل وبتقول لخصومها بالصواريخ دي: أنا واصلة معاكوا لأبعد نقطة، وعندي السلاح اللي هيخلي أي مواجهة بينا نهايتها كارثة على الكل. هي رسالة مضمونها واضح: لو عندكوا حارس مرمى أسطوري، أنا عندي كورة ما بتتصدش، فبلاش نلعب الماتش ده من أساسه. إحنا دلوقتي قدام صراع بقاء حقيقي، ومين نفسه أطول في سباق التسلح اللي ملوش آخر ده. لعبة أعصاب حديد، والغلطة فيها مش بس خسارة ماتش، دي خسارة كوكب باللي فيه. الخلاصة يا أميجو إن الحرب في زماننا ده ما بقتش مجرد مين عنده صاروخ أطول أو مين صوته أعلى،
الحرب الحقيقية بقت مين عنده عقل أذكى مستخبي جوه الصاروخ. الصواريخ الانشطارية دي بقت هي الفلاشة المرعبة اللي شايلة بيانات دمار شامل، والسيطرة عليها وعلى التكنولوجيا اللي بتصدها هي اللي هترسم حدود الخريطة الجاية، وهي اللي هتحدد مين اللي هيفرض كلمته في الآخر. احنا عايشين في زمن لعبة الشطرنج فيه بتتلعب بالرؤوس النووية والذكاء الاصطناعي، والغلطة فيه بكش ملك للأبد. وقبل ما ننهي يا أميجو، عايزك تقولي في الكومنتات، تفتكر فعلا سلاح الليزر هو اللي هيوقف أسطورة بوفون الصواريخ ده، ولا الهجوم هيفضل سابق دايما الدفاع بخطوة؟ وخليك فاكر دايما إن مع الإستوريادور المعرفة مش مجرد معلومة، المعرفة أسلوب حياة. وما تنسوش دعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الإستوريادور، نستودعكم.